مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم والرفيق. كم جميل أنك تركتني يومها أقولها بصدق، فلا تصدق من يقول أن الحب لا يعرف نقطة نهاية، بل الحب هو ما يستطيع أصحابه أن يعيدوا رسم مواقعهم خارجه. فأجمل قصص الحب هي التي تمنح للمحبين مسافات كبيرة لإعادة ترتيب الأوراق للحلم للتخيل، وأنت منحتني أكبر مساحة ممكنة بحجم ما عشناه معا وما لم نعشه. فاتركني هنا على حدود جسدي أعيد رسم التواريخ والأحداث بطريقتي. الرسالة الرابعة ما بعد الرحيل من ساق الريح، بعد الفاصل. في روايتها ساق الريح تستجمع الأديبة المغربية ليلى مهدرة كل قوى آلهة الجمال وتملأ بها أوراقها الملونة كمن يوزع الورد في أرض قاحلة لتزهر. هكذا يقول عبد الكريم العامري شاعر وروائي. هذه الرواية لليلى مهدرة ساق الريح عنوان الرواية. نسعد ونشرف أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء لكي نقرأ معا هذه الرواية بشكل أقرب. ضيفنا هو الشاعر والناقد الأدبي الأستاذ محمد أبو الليف. أستاذ محمد، أهلا بك في هذا اللقاء. أهلا بك فندم. يعني ربما عن ساق الريح ونبدأ من الغلاف. يعني ساق الريح، هذا الغلاف كيف تقرأه في الحقيقة وهذا العنوان؟ هو قبل الغلاف، لأن الغلاف بيعتبر مدخل لكن العنوان أهم. نعم. كأن ليلى مهدرة في هذه الرواية أو النوفيلا عشان الانضباط العلمي تطلق ساقي خيالها للريح للانعتاق من القهر الواقع على الذات الأنثوية في أوطاننا العربية، وأيضا الانعتاق من دائرة الوطن. هو في دائرتين بتحاول الانعتاق فيهم من حالة الكبت، سواء النفسي العاطفي أو الحسي الجنسي بالنسبة للأنثى، والوطن من حالة القهر بحكم السلطة الزمنية أو السلطة الدينية. الدائرتين دول بتتحرك فيهم لتخرج من شرنقة الكبت إلى فراشات البوح، أو زي ما هي بتقول مزدقة شرنقة اللي هي عاشت فيها فترة. العنصر الأساسي اللي بتحاول تستظل به بعامل من الأمان لتقول وتبوح بمكنون نفسها من خلال هذا هو الرسائل المتخيلة التي تصل إليها بطريق الخطأ، فتتوحد مع البطلة وتحاول أن تعيش ما لم تعيشه في حياتها المكبوتة قبل ذلك، ثم تخرج بعد ذلك في تقريبا صفحة 64 أو 67 إلى دائرة أوسع بتتحد في نفس المركز، مركز القهر، إلى دائرة الوطن المكبوت أيضا أو المقهور، وبالتالي هناك كبت على مستوى أفراده أو مستوى مجتمعاته. هذا هو العنوان يا أستاذ محمد. ده ساق الريح. الغلاف الأمامي. الغلاف يعني نقرأه بأكثر من طريقة. في النهاية التخيل للفنان الذي صمم. ولكن أنا أنه موفق بدرجة ما، فهو ممكن يرى بأن هناك حجر ألقي في أسن حياتنا الراكدة فأحدث هذا النثار أو هذا التشظي، وممكن ينظر إليه على أنه كائن هلامي من كائنات البحر أو أحد خواصه، وده أحد المحاور المهمة اللي بتشتغل عليها في عملية التحليل النفسي للخروج بالنفس إلى عالم إلى النهار أو عالم الحلول. طيب. وحتى اللون ما هوش لا فائع ولا غامق، بين في حالة المقتلة أو حالة المماهاة مع الواقع. طيب، تسمح لي أستاذ محمد عن صاحبة الرواية سطور قليلة جدا. هي شاعرة وقاصة مغربية، عضو رابطة أدباء العرب والمهجر، رئيسة ملتقى القصة القصيرة العربي بالصويرة، حاصلة على لقب شاعرة القدس من جمعية القدس للتنمية، وحاصلة على لقب الإبداع من مجلة بسرية. يعني هنا صدر الحلم شعر، عيون القلب قصص، وشوشات مبعثرة شعر. يعني فكرة أنها شاعرة ولها مجموعة قصصية والآن تقدم لنا ساق الريح، هل هذا تتويج يعني برأيك لأعمالها، حيث الرواية بتعد في فترات مهمة جدا يعني ديوان العرب؟ هو النفس الروائي مهم للاحتشاد ببعض الفنون
أو الأدوات الفنية، خصوصا لما بيكون بيتناول قضية نفسية زي اللي بتتناولها ليلى مهدرة، لأن اللغة الشعرية بتنزل من تفاصيل معينة وكتيرة في الرواية. في نفس الوقت هي لها القدرة على التحليل النفسي العميق والاتحاد مع الخروج من الخاص للعام، وفي نفس الوقت هي كتبت القصة وقدرت، لأن الرواية لما بنيجي نفصلها أو نحددها ما بين كجنس أدبي، إذا قلنا القصة القصيرة هي دوامة في النهر، فالرواية هي النهر من مساقطه إلى مصباته أخذا في سبيله الدوامات وما يعترض من جنادل وشلات وإلى آخره. فالرواية تعتبر أشمل بالطبع، وإن كان الشعر أعلى في تكثيفه وذروة اللغة، يعني لازم يكون متمكن من اللغة، متمكن من صوره، لأنه بيختزل فيها أمور كتيرة أو حالات كمعادلات معينة، زي ما بيقول إليوت كمعادلات موضوعية. الرواية هنا الحقيقة هي نجحت إلى حد بعيد أن تحتشد من خلال الخبرة السابقة سواء شاعرة أو كقاصة، ودي تعتبر أول أعمالها، ولذلك أنا يعني كانضباط علمي بنسميها نوفيلا. يعني يمكن لنا أن ناخذ ملخص للرواية. الرواية يمكن حضرتك بتقولي أنها تصنف نوفيلا، رواية تحليل نفسي. يعني لها أيضا حكاية، فكرة أن يعني ملخص الرواية كيف ترى؟ على النوفيلا أو الرواية، يعني هي بتحدد أو بيحددها النقد الحديث على أساس إما العدد بتاع الصفحات أو الموضوع ذاته. الرواية زي ما قلنا بيبقى فيها مجموع في حدث رئيسي ويتماهى معه بعض الأحداث المنعكسة أو المتماهية، ومكان وزمان وشخصيات ورؤية وأمور كثيرة جدا. لا موجودة حتى في القصة الزمان، العناصر الأساسية في البناء ده موجود. لكن بالنسبة للنوفيلا هي أخذت بشكل أحادي حالة البطلة نفسها، يكاد يكون ما فيش شخصيات غيرها، ولكن في شخصيات منعكسة سواء بالواقع الخارجي أو الذات الداخلية اللي هي بتشوفها في مرايتها كأحد المحاور. أحيانا أدوات كانت بتتعامل مع فنجان القهوة. لا دي المحاور اللي بقول عليها قدرت تحلل منها ذاتها. فنجان القهوة هم 4، البحر، المراية، السقف اللي بتشوف فيه بتنفرض فيه كبتها في شكل سينمائي، بالذات يوم الحد اللي بتبقى فيه براحتها قوي، والبحر اللي هي بتاخده كدال معشوق ليها، معادل انساني بتأنسنه. ملخص الرواية هنا ملخص بقى القصة او الحكاية ان زي ما قلنا في البداية، هذا الكبت كيف تستطيع الوصول إليه؟ وإحنا مجتمعاتنا عيون العسس موجودة بتقول عليه في المكتبة، ما تحبش المكتبات المنشاة وبتحب الشارع. الكبت هنا موجود نتيجة القهر أو نتيجة الرقابة أو نتيجة العادات البالية، فبتحاول تجد أسلوب تستظل من خلاله لخروج هذا المكنون الأنثوي الداخلي في شكله الحسي وفي شكله النفسي. الطريقة دي هي الحجر اللي كسر زجاج الصمت، هي الرسائل اللي جت بالخطأ فكأنها تستظل في ظلها. الحدث ده قدرت تعمله بإحكام، لأنه بدأ برسالة ثم رسالتين، ثم مع الرسالة الرابعة توحدت مع بطل بيبقى المحب بيبعت للمحبوبة التي لا يعلم كنهها، ويقول لها كان بودي أن أبوح لك وإلى آخره كله، إلى أن تصل إلى أن في أسرار بينهم تحب تعيشها، فبتتخيل نفسها هذه البطلة وبتعيش هذه الحالة فتنتشي. اختيار اسم البطلة حكم هنا هل ليه دلالة برأيك؟ هو يعني ده عرض حتى يعني استفزها الاسم وقعدت تتساءل. ما فيش أسئلة فيه باستثناء أحمد الفلسطيني. وده نوع من يعني تعميم الحالة، لأن هي بتتكلم في عموم مجتمعاتنا العربية أو مجتمعاتنا المحافظة بشكل ما، ورغم تقدمها ما زال في فكرة الاستعلاء وفكرة القهر، وما زال في سلوك غير سوي احنا بنفتقده سواء على المستوى الفردي أو المستوى الإجتماعي. قبل أن نعلن مشهد النهاية في الحقيقة صفحة 64 يا أستاذ محمد، هنا يعني بتقول يوم جديد وتمرد جديد، نمت كثيرا لأصحو وبداخلي رغبة لاكتشاف هذا العالم المثير والمتناقض. كل القنوات التلفزيونية اليوم متفقة على إعلان رفضها لما يقع بوطن عربي، التقاتل على أشده والتطاحن من أجل اكتساح مساحة أكبر حتى لو مروا فوق جثث الرضع، بل ربما فظاعة الحرب هي استراتيجية من أجل تخويف الآخر، والآخر يتفنن أكثر في التمثيل بأشلاء الصغار وانتهاك الحرمات. مؤلم جدا
أن لا تجد سببا مقنعا لكل هذه الحروب. فكرة الدخول من الهم العالمي أو العربي ربما إلى الخاص، كيف يعني لعبت هذا بمهارة الرواية؟ هي فعلا لعبته بمهارة، لأن في حدثين متوازيين. زي ما قلت في البداية، أول حاجة حدث الذات اللي هي الرسائل اللي عملته ببنائية جميلة بحيث يبان ان هو واقعي وحقيقي، الى ان تفاجأ في الرسالة الخامسة في صفحة 64 ان الكلام ده وهم. فبدل ما تنهار، لا، ده حصل نوع من الانتشاء والامتلاء بالحياة والارتباط بيها، استغلته كمتوالية، دخلت بيه قصة تانية هي متحدة مع الأولى، ولكنها خروج من دائرة الذات إلى دائرة الوطن، فبتمهد ليها بهذه التقريرية اللي كان ممكن تكون في شكل قصة معادل للحالة أو مكافئ ليها، وتنشئ حدثا موازن اللي هو خروجها لثقافة الشارع وثقافة الحياة. بتمد إيدها على كتاب اسمه الكرسي الوهمي، اللي اتكلمت عنه في صفحة 12 بالمناسبة. هو كرسي الفارغ اللي قعدت فيه مكان البطلة، هنا التوحد في الحدث. لكن الجديد الخروج بقى، المهارة في الخروج إلى الدائرة الأوسع، إن الصراع على الكتاب دوت كان مع طيف لمحت فيه طيف فلسطيني، الشال رمزية دون صحيح، دون أن تتحقق من بالظبط. والاثنين بيمدوا ايديهم في تقديم في نفس التوقيت. وكأن احنا حتى مستكترين على هذه الارض السليبه المقهوره انها تاخد حتى الكرسي الوهمي ده، فهي تظفر به وتنتشي بهذا الظفر، ثم يطاردها هذا الوهم الى في بنائيه افضل من الاولى، فيها الحوار، فيها المونولوج الداخلي، فيها السرد الجميل اللي هو فيه الخفاء والظهور، الحضور والغياب، الى ان تفاجأ بانه موجود عند البرلمان وما حددش برلماني ولا القضيه ايه. صحيح. عشان تقول ان الهم واحد. الخروج للدائره الاوسع ديت بعد يعني زي المتواليه، بعد نهايه القصه المفروض تنهار فيها، لا، دخلت بامتلاء الحياه، وكانها تقول لولا الحريه اللي احنا موجودين فيها على اي مستوى ما كانش هذا الدخول حتى ولو بالتخيل. مع النهايه اللي هي بعد ما بتحاول تخرج الى محاولات الإصلاح للهم العام، وكأنها كانت السجين الذي لا يملك إلا الإضراب عن الطعام كنوع من الحرية، أو يعني حتى يعني أن يسمع صوته بالظبط. بترجع للدال الأساسي اللي هو البحر، اللي هو مرة بتنظر له على محب بتأنسنه، ومرة على إنه مستودع الأسرار أو مستلهم الأفكار والوحي، في حالة من الاندماج الشبقي، وكأن لحظة هذه الذروة التي حرمت منها هي لحظة الموت، ولا يبقى إلا فستانها الحرير الذي تمنته في الجزء الأول الذاتي طافيا على السطح. يعني اجعلنا نتأمل مشهد النهاية قبل أن ينتهي لقائنا، لكن المكان هو عنصر مهم في الحقيقة في بناء الرواية، وهنا الرواية تعاملت معه بشكل خاص جدا. كيف تقرأ العنوان هنا أو المكان في تفاصيل الرواية؟ المكان أنا لا أقرأه إلا كانعكاس من شخصية المؤلف أو البطلة، لأن المؤلف هي نقطة هنتكلم عنها بعدين، حاولت ترصد العمل من بره وكأنها تقاوم بشكل خفي فكرة موت المؤلف، يعني موت المؤلف، ودي بتعملها بوعي مش بتعملها صدفة أو جت عفو الخاطر. المكان اللي هو اتربت فيه المؤلفة هو اللي انعكس في صورة البطلة. هي نشأت في الصويرة ولها البحر كدال مهم ومؤثر في حياتها، منعكس في كل ترتيبات حياتها النفسية والحسية، و لا غير كده مفيش تأثير لمكان، لأن هي بتحلل واقع عربي على مستوى الفردي ومستوى العام، مرورا بحالات المجتمع المتداخلة والمتماهية اللي ما حطتش فيها أحداث زي ما حطت في الذات وزي ما حطت في الوطن. نعم. فده بالنسبة للمكان. بالنسبة للزمان، باعتبار المكان والزمان عنصرين مهمين في الرواية طبعا أو الحدث، إذا قلنا الزمان هو العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه، باعتبار بعض المدلولات المهمة اللي دل عليها أشياء معينة، فبنجد إن الزمن زمن وجودي باقتدار. يعني في نماذج معينة بتقول إن الزمن زمن وجودي. يعني ممكن حضرتك نقول مثلا في صفحة 14 بتقول كلمات غامضة توقظني من غيبوبتي وتخرجني من شرنقتي وعزلتي التي اخترتها عن قناعة وعن سبق إصرار كما فتحي للرسائل. بعد كده بتقول أقرر أن أنعزل عن هذا العالم فلا توقظني إلا القنابل الموجهة ضد أطفاله ولا، ثم تستطرد وتقول هذا الحوار رغم أهميته لا أعطيه تاريخا لزمن عشته فأفقدني الإحساس به. تتكلم زمن وجودي. ثم تقدم تبريرا نفسيا بتقول فيه
تبرير للكلام دوت انه ليه احساسها كده، تقول ان اقصى درجات الالم ان تفقد الاحساس به. ده الوجع المزمن. بنجد عن الروايه ايضا هذه المقوله، يعني ساق الريح روايه اخذتني في رحله شيقه من اولى صفحتها الى عوالم الانثى العاشقه حين يقودها شذا جمر العشق الى اكتشاف كوامنها العاطفيه وشواهق طبيعتها الغرائزيه. هكذا يقول الغربي عمران روائي من اليمن. هل يعني هنا في الروايه او النوفيلا استاذ محمد بيتحقق ما يسمى بالادب النسائي؟ يعني هنا الانثى تظهر بوضوح في الكتابه؟ تظهر بوضوح الى حد معين. هي لانها انثى فتستطيع تكتب الذات الانثويه باقتدار، ولكن هي عملتها كمكافئ او نموذج تستطيع ان تقول به او تفسر الهم العام وتوحد بين الدائرتين باقتدار. حتى الحالة الشبقية اللي في البحر هي كانت الموجودة في الأول. نعم. حالة الصراع اللي كان موجود على المستوى الظاهري في مظاهر التلفاز وخلافه موجود برضك، وهي تكابد هذا العشق أو الانفلات من حالة الكبت اللي موجود في القسم الأول. فالحالة الأنثوية أو التصنيف على أنه أدب نسائي أنا ضده، لكن معاه في حتة البوح القدرة على استكناء هذه النفس أو هذه النوازع بشقيها، ثم باعتباره ده بيوازي الحالة العامة التي لا نستطيع تفسيرها إلا بأشياء ملموسة. ليلى مهيدرا الشاعرة هنا حاضرة في الكتابة في اللغة. طب ومع هذا أيضا كيف رأيت بناء الرواية؟ لا، بناء الرواية كامل الحقيقة. يعني إذا قلنا إنها رواية حدث، دي حقيقة، وحدثين متداخلين، حدثين مستقلين ولكنهم متحدين في مركز القهر. حدث الرسائل اللي بتوصل بالغلط وتتوحد معاها، وحدث الاستباق إلى الكرسي الوهمي والحصول عليه دون الطيف الفلسطيني اللي سماه أحمد بعد كده، والأسماء لا قيمة لها سواء حلم أو أحمد، وكأن الموضوع يعني كأنه متصل بالذات العربية بحد وثيق، لكن ما فيش أسماء. فهي بالمعنى دوت البناء قوي، الحدث نفسه محكم البناء ظاهر من أول سطر، التنامي واصل بذروته وحله مظبوط، ثم متولية يدخل كمتولية أخرى وكأنها تخرج الحياة مرة تانية بس من خلال الهم العام اللي أشارت إليه في الجزء الأولاني، ثم ينتهي بها بالموت عشقا في البحر الذي هو محتوى الكون، أو كأن الماء هو سر الحياة، كأنها تستولد الأمر من جديد. إذا كنت أنا بالحل الوهمي هذا دي كانت النهاية، فأنتم يا رعاة الأمر حلوا بواقعكم ماذا أنتم فاعلون. أستاذ محمد، ربما ما زال قارئ كبير والقارئ العام يعني ربما تعود القراءة على الرواية التقليدية اللي فيها بداية ووسط ونهاية. إلى أي مدى ساق الريح هنا بتبتعد عن هذا الشكل؟ وأيضا يعني هل من مفاتيح للقراءة لها؟ يعني هو المفتاح الوحيد أن نترك نفسنا للرواية. ده المفتاح الوحيد. لأن أنا قدام أي عمل المتعة بتبقى مطلوبة، فإذا أمتعك فأنت حققت أحد الأهداف اللي أنت بتبتغيها من القراءة. أما يبقى فيه مفاتيح للقراءة أو خلافه ده بيبقى صعب جدا يعني. نعم. أما بالنسبة لأن فيها وسط دي موجودة، يعني التنامي موجود والحل موجود، وإن كان بيشبه المتولية، بيخش في دايرة أوسع اللي هي دايرة الوطن أو الدايرة العامة. هل بتشوف أن الكتابة هنا بتوضح حالة العجز ومستاء منها مثلا فكرة القهر وكذا بوضوح؟ بتعملها بوضوح، ولكن أنا ليا بعض المآخذ أو هنقول بعض الملحوظات في بعض الأمور أو في بعض الفقرات بتقولها بشكل فيه جهارة الخطاب، في حين مثلا في مثال زي ابن السفاح اللي هي كان أحد تلامذتها وكبر وبقى نموذج حي ماشي على قدمين بيعذبنا بصمتنا أو بسوء التصرفات أو سوء السلوك المجتمعي. كان ممكن تعمل مثلا دوت في شكل مثلا فتاة مقهورة في زواجها أو في حبها أو في حرمانها من التعليم أو خلافه في شكل قصة موازية. مجموع القصص ديت لما بتتشابك مع بعضها أو تتداخل بتعمل حالة موازية للحالة الأساسية بتخدم عليها. الحاجة الثانية كانت يعني ماهرة في رسم المونولوج أو الحوار الداخلي، بس لم تتوسع فيه. لما توسعت فيه كانت عملت حالة إدهاش كويسة. الحالة الشعرية برضه كانت شعرية الخطاب، اللغة الشعرية موجودة وحاضرة باقتدار. طيب هنا ربما نحاول أن نشير على فكرة أن هي يعني ربما بتقوم بدور يعني وهو أحد تصنيفات الراوي العليم. يعني هنا
ماذا يعني ربما قلت أيضا لك ملاحظة أو مأخذ على هذا؟ يعني زي ما قلت في البداية، هي بتحاول بطرف خفي بتخرج أو بتهرب من فكرة موت المؤلف. من التقديم الجزء الأول في الأخير هي بتحاصر البطلة وتقول أنا اللي عملتها، فإزاي هربت كده وكأنها تتماهى مع فكرة الموت. نعم. ولكن هي فكرة حقيقية، لأن ده أنا قلت لكم أدي عيوبكم وأنتوا شوفوا هتعملوا إيه، لأن هي دي كده بتموت، الوهم لازم يموت. لكن أنا يعني ده رأي شخصي، إذا هي استبدلت كلمة البطلة اللي اتكئت عليها بكلمة الرسائل، وخلت الراوية هي الذات العليمة لغاية نهاية الرواية، كانت هيبقى في تدفق في السياق، يعني ما كانتش تعمل إرباك للمتلقي، وكان هيبقى في البطل أو الذات العليمة، لأن في هنا في انشطار في ذاتها، يعني ما بين المكبوتة واللي بتحاول تخرج من الكبت، فهنا كان هيبقى في وقع أفضل بالنسبة للمتلقي. نعم. ربما أعلنت في فكرة يعني الرؤية واضحة مع بداية الكتابة، مع السطور الأولى حتى نهاية الرواية، وضوح الحدث. وحتى أكدت هذا في فكرة أن الكرسي الفاضي هنا أو الوهمي اللي هو الوهمي صفحة 12، وبالتأكيد كان بشكل أوضح في صفحة 67 وكذا. فكرة الرؤية هنا يعني كيف حافظت أو أوضحتها لنا الكاتبة من البداية؟ لا، هي فكرة الرسالة نفسها. فكرة الرسالة دي توحدت معاها، لقيت ان البطلة مش موجودة، فده كرسي فارغ فتقعد فيه، اللي هي التوحد مع الوهم. وعشان ما تقولش ده وهم، هي احكمت بناء الحدث بشكل عالي جدا. يعني الرسائل بتيجي بتتحط على سلم البيت او العمارة اللي هي فيها، وهي ساكنة في الدور الارضي. نعم. وهي السيدة الوحيدة، فبعد يومين بيبعتها حد من تحت الباب، بتسيبها على الطاولة، بعدها بتقرأ، بعدها بتفاجأ في رسائل تانية، فلا تتوحد مع رسائل، تجلس على هذا المقعد الفارغ اللي هو بعد كده يبقى الكرسي الوهمي في المرحلة الثانية. نعم. إلا لما بتلاقي فيه استثارة نفسية ليها كأنثى لتعيش هذا الوهم. طيب في سطور ممكن نقرأها مع مشهد النهاية يعني من الرواية؟ في طبعا ممكن نقرأ اللي مثلا اللي ممكن نقول عليه الأماكن اللي فيها شعرية السرد. اتفضل. لما بتقول مثلا في صفحة 89 أن جماليات اللحظة تقاس بإحساسنا بها، لا جماليات اللحظة تقاس بإحساسنا بها لا والفاكهة تنضج. دي التقرير بتاعها. بتقول والفاكهة تنضج مرة واحدة، ده الشعر هنا بقى. الفاكهة تنضج مرة واحدة وتستعد للقطف، وإلا فستظل على شجر الانتظار حتى تذبل وتتعفن وتسقط. يعني خلينا نقف هنا عشان تبقى الشعرية متوهجة. في صفحة 42 بتقول يلفحني هواء البحر البارد فتبتسم. هنا بقى اختلاف الضمير. الشعرية جاية هنا من المفارقة. فتبتسم له وترغمني على البقاء لسويعات أكثر، حتى إذا ما هممت بالرحيل ظلت هي ترقب البحر في انتظار عاشق لم يأتي، وموج يبلغ عن أخباره بين كر وفر. نعم. في صفحة 12 في البداية بتقول أذاب رسائل ما بداخلي من جليد، وأشعلت شموعا انطفأت منذ زمن، حتى صرت أغادر عملي بلهفة طفل ينتظر سفارة الخروج لملاقاة الشارع. نعم. أنا ربما يعني نجد يعني ونحن نقترب من نهاية اللقاء الرسالة من الرواية برأيك كيف تراها أو تقرأها؟ أولا هي الرواية أو النوفيلا مهم الخوض في هذه المواضيع المسكوت عنها، وأفتكر ده خط بتلعب فيه ليلى مهيدرة باقتدار، لأن هي رسالة إلى مجتمع أفراده جواهم القهر وهم بيقاوموا القهر، فكرة الشيزوفرينيا، الانفصال، بنقول شيء وبنعمل شيء آخر. فأنت لما بتقرأ كقارئ هذا العمل بيبقى فيه نوع من المراية النفسية أنت بتقف فيها قدام ذاتك، سواء على مستواك الفردي في دائرتك الأضيق أو كمسؤول أكبر في دائرتك الأوسع. نعم. قد إيه الاستجابة بتاعتك دي بيبقى بقى في يعني حسب التلقي وحسب التربية وحسب السلوك. نعم. إلى آخره. طيب أستاذ محمد أبو الناقد الأدبي والشاعر، تبقى كلمة أخيرة عن رواية ساق الريح لليلى مهيدرة، ماذا تقول؟ يعني نقول بالنسبة لتجربة ليلى مهيدرة عموما نتمنى لها التوفيق، يعني
لأن دي بداية جيدة، ولا تغني أو لا تقلل ملحوظاتنا من أهمية هذا العمل. وأعتقد أن في الأعمال الجاية هيكون في نوع من التسامي في التناول، سواء على مستوى الموضوع أو على مستوى السرد الأدبي. نعم، شكرا جزيلا الشاعر والناقد الأدبي الأستاذ محمد أبو الليف، شكرا جزيلا لحضرتك. البرنامج. شكرا مشاهدينا لصاحبة الإبداع ليلى مهدرة صاحبة ساق الريح، هذه الرواية أو النوفيلا. يعني نتمنى أن تكونوا استمتعتم معنا مشاهدينا الكرام. بشكر لحضراتكم حسن المتابعة، ومن فريق البرنامج من الإعداد الزميلة منار فتح الباب، ومن الإخراج الزميل مؤمن خيري. كنت مع حضراتكم محمد عامر. إن شاء الله في الأسبوع القادم نلتقي وكتاب جديد في الرفيق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. حضراتكم إن شاء الله تستطيعوا متابعة هذه الحلقة بعد ساعتين من الآن على موقع البرنامج باللغة العربية الرفيق على الفيسبوك. شكرا لكم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.